حسن بيه فريد نائب رئيس الاتحاد، الكابتن حماده المصري، عميد ثروت سويلم، كابتن ايهاب ليطا، استاذ مجدي متناوي، يعني كل المسؤولين اللي كانوا موجودين فعلا وقت الشده، مش الناس بس اللي بتروح وخلاص، لا الناس فعلا اللي نزلت وراحت في اوقات عصيبه جدا كانوا بتمر بيها اتحاد الكره. معانا برضو المستشار مرتضى منصور، واللي يعني في الاوقات دي الحقيقه دايما بيبقى موجود ودايما اكيد بيبقى ليه وجهه نظر. سياده المستشار مساء الخير. استاذ سيف ازيك؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك الحمد لله الحمد لله. تمام يا فندم. لا الواحد طبعا حزين يعني، مش هي دي مصر ومش ده شباب مصر، وما تقوليش اللي ماسك الكاس ده ملوش دور. لا اللي ماسك الكاس ده حرامي. ده عيل حرامي يحتاج تربيه من ابوه وامه. يعني ايه واحد دخل حرق والتاني خد كاس وخد ميداليه؟ يعني انت حرقت تاريخ مصر الرياضي. انت يعني انا ما اعرفش بصراحه، انا ليا راي من الاول انه اتحاد الكوره لما اوقف النشاط لما استشهد ولادنا التراس اهلي في بورسعيد، كان يجب ان يستمر ايقاف النشاط لما استشهد ولادنا في بورسعيد. ده رايي ومش هغيره، لانه دول دمهم مش احسن من دول يا اسيف. الكوره او الرياضه معموله علشان الشباب يتعارف، الجمهور ده بيتعارف زي ما كان بيحصل زي جورج سعد لما كان يروح يقابل الاستاذ طلبه في النادي الاهلي، والجمهور هنا بيروح الجمهور هنا، والتعارف كان من خلال المدرجات. مظبوط يا فندم. اللعيبه اصحاب. كابتن احمد صفا كان بيحكي لي زي طارق سليم وصالح سليم ورفعت الفناجيلي كانوا بيروحوا بيتهم عندهم ويقعدوا عندهم في الزيتون مع كابتن مرجيله وكابتن احمد رفعت ونبيل نصير وحماد امام. كان في شيء محترم. انما ايه الاجرام ده؟ ايه السفاله دي؟ سياده المستشار، يعني هستغل وجود حضرتك معايا، وعارف ان حضرتك يعني وجهات نظر خبره طويله جدا في المجال ده. احنا تعبنا وزهقنا من كتر الحاجات اللي بتتحرق، تعبنا وزهقنا من كتر ظروف البلد اللي بنروح بيها. حضرتك النهارده لو في رؤيه لقدام، لو في رؤيه ان احنا نصلح، لو عندنا امل ان احنا نشد بلدنا او نشد الرياضه، نعمل ايه؟ الرياضه جزء مهم جدا من مصر. انت عندك كل شيء في البلد. يعني انا بس كنت عايز الاخوه اللي كانوا بيطلعوا فضائيات قرفونا وخربوها، مع احترامي يعني ما تقوليش ده حضور زمان، يعني يسري فوده على ريم ماجد، على الناس دي كلها اللي كانت بتطلع، على منى الشاذلي اللي قلبوا مصر وجايين النهارده يعيطوا ويقولوا يقولوا احنا اسفين. عايز اقول لهم انتوا فين دلوقتي؟ فين اسماء واسراء ونواره؟ فين الناس دي؟ فين لما قلبوا البلد وكلهم بيتفرجوا دلوقتي مفيش حد بينطق، محدش فيهم قادر يتكلم. طب احنا يا سياده المستشار عايزين نحط الحلول، يعني احنا عايزين. وانا اقول لك الحل، ما هو الحل بدايه ان الناس دي بقى تهمت شويه. الاخوه بتوع الفضائيات اللي دلوقتي برضه متصدرين المشهد يتكلوا على الله بقى ويريحونا منهم شويه. وبعدين انت عايز تبدا الحل؟ عايز ابدا الحل من قائد المركب رئيس الجمهوريه دكتور محمد مرسي. ينسى انه جاي ينتقم من خصومه اللي حبسوا جماعته. ينسى. طيب يا فندم، طب احنا يا فندم كرياضيين نبتدي ازاي؟ يعني نعمل ايه؟ يعني ما هو الرياضه دي، ما هو الرياضه دي زي ما قلت لك دي جزء من مصر. انت النهارده المنظومه كلها غلط بما فيها الرياضه. تمام. انت شفت الناس اللي امبارح ولعوا. خلاص. هل ده شباب مصري؟ يعني انا مش فاهم. يعني ما بيناش عارفين يا فندم، ما بيناش عارفين والله. ده مش شباب مصر، لا. شباب مصر ده اللي حارب 73 وانتصر. شباب مصر ده اللي طول عمره بيحب بلده، لما بيسافر بره شوف شباب مصر في العالم كله عامل ايه وفي مصر هنا. لكن يا جماعه حد بيحرق بلده؟ انا مختلف مع محمد مرسي، بس مش هروح اولع في عربيه. صح يا فندم. العربيه دي يا استاذ يا فاضل او المنشاه دي يا بتاعتي انا قطاع خاص يا بتاعت الدوله. والله لو قطاع خاص ممكن تكون العربيه دي بتاعت اخويا، بتاعت ابن عمي، بتاعت اختي. تمام. واحد شقيان طفح الدم عشان يشتري عربيه بالتقسيط ولا حاله، او مطعم تكسره له. طب المنشاه ده، النادي ده اللي اتحرق ده ولا اتحاد الكوره، هو ملك مين؟ ما هو ملكك وملكي. مش انا بدفع من الضرايب بتبني وانا جاي ابني. هي الثورات بتقوم عشان تبني ولا الثورات بتقوم عشان تهدم يا سيف؟ تبني يا فندم. وفي ثوره في العالم فيها قله الادب دي؟ هي في ثوره في العالم فيها السفاله دي؟ هي في ثوره في العالم ولادها عمالين يهدوا بلدهم؟ طب هسأل حضرتك سؤال يا فندم، ايه اللي دلوقتي نقوله للشباب دي
نوعيهم؟ ايه اللي نقوله دلوقتي نفهم الشباب ان انت ما خدتش حاجه، انت اخدت تاريخ، انت حرقت حاجات ماضي حلو. يعني ايه اللي ممكن نقوله دلوقتي الشباب دي تفهم بيه حاجات معينه؟ الشباب ده يا سيف احنا سيبناه يموت بعضه. الشباب ده جاني ومجني عليه. صح يا فندم. بس هو مجني عليه في الاول، خلي بالك. صح. عشان تكلمه انت سبته وحسسته ان هو دي مش بلده، وانه لما بيروح ماتش بتضربه وبتحرمه. هو النهارده عايز يفرح، يضرب شمروخ اللي بتاع الشماريخ اللي عاملينها دي اللي ما كانتش موجوده قبل كده. تمام. انا لازم افهمه، كنت اقعد افهمه بدل ما اضربه واعتقله واحبسه واعذبه، واخد بالك. وبعدين انت الحادثه البشعه اللي حصلت في استاد بورسعيد اللي احنا حملنا شعب بورسعيد كله المسؤوليه. الشعب في كل مكان. انا في بيتي ممكن يبقى عندي ابن كويس ابن وحش طبعا. واخد بالك. انت عاقبت شعب بالكامل. وبعدين انت النهارده حليت المشكله؟ لا. الحكم اللي طلع من القاضي ده حل المشكله ولا ليه لازمه بصراحه، لسبب بسيط. احترامي طبعا الحكم. ليه؟ لان المشكله لو اتحلت ما كانش حصل امبارح الكلام ده اول. لكن انت النهارده المفروض الشباب ده زي ما قلت وهدنا اقول قلت عندك رئيس النادي ده مسؤول، ما يتمنظرليش في الجرايد والتلفزيونات. ده مسؤول عن الشباب ده، لان جزء كبير من الشباب ده عضو عندك في النادي. رئيس الجامعه وعميد الكليه واستاذ الجامعه، الشيخ بتاع الجامع، الاسيس بتاع الكنيسه، اطباء علم النفس، الاب اللي قاعد في البيت اللي ساب ابنه يموت. الاب يا سياده المستشار، الاب. صح. الاب. الام اللي انا بشوفها دلوقتي بتلطم على ابنها. حضرتك سبت ابنك الصغير يسافر لوحده ازاي؟ ده الواحد عنده ولاد كبار وبيسال كل 5 دقايق انت فين؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ كل دول ضحايا ومجرمين. انت النهارده سبت الشباب ده يا سيف لغايه ما وصل. انت لو كنت عالجت المشكله من اول ما المشجع بتاع الزمالك الالتراس اتولع فيه، ثم التراس الزمالك راح ولع في النادي الاهلي، ثم راحوا في النادي الاولمبي. انت سبت الدنيا لغايه ما كبرت وبعدين جاي النهارده مش عارف تحل المشكله. انا عايز اقول لحضرتك يا سياده المستشار، دي من اكتر المداخلات او من اكتر الردود اللي انا سمعتها في القضيه دي او الحلول. انا عارف ان حضرتك في حلول كتير جدا. بشكر حضرتك جدا سياده المستشار مرتضى منصور. ان شاء الله هيكون معانا سياده المستشار مرتضى منصور يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله على الهواء داخل ملاعب اليوم. هنتكلم في حلول الموضوع، مش هنتكلم في اي